سبسكرايب. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كورة جزائرية، حيث نوافيكم بكل جديد عن أخبار الكرة الجزائرية. تحدث محلل قنوات الكأس القطرية خالد الجاسم على لقطة جمال بالماضي واللاعب بولبينا بعد شده من قميصه بنرفزة، فقال: في ردة فعلنا على جمال بالماضي تقولون ان المنفعل بالنسبه لي هو اللي يروح يتهاوش مع الحكم، هو اللي بيتهاوش مع لاعب الخصم، هو اللي بيتهاوش مع دكه احتياطي المنافس، هو اللي يجي يضرب الارض. كان لك ايه صح، يفضل انه كان يروح يسلم، هاي حق صح. لكن ان انا كمدرب معروف عني بعصبيتي او تعاملي مع اللعيبه وتعامل الاب او الاخو او انا هذه اسلوبي وطريقتي وشخصيتي، فمش جديد على جمال بالماضي. ما ادري ايش احنا كبرنا الموضوع، وهو موضوع لا يستحق اصلا فعليا ان اشوفه عادي. يعني حتى مثلا نشأت قال ان انا والله انصحه هو واخوي، بس انا ترى يعني بكره انت بتاثر على اللعيبه ما تاثروا في ارض الملعب. لا تاثروا، ما تاثروا ابدا. لا بالعكس. فريق كابتن كان مسيطر، كان لا شو مسيطر كان فاز بالمباراه. كابتن انا الله يسلمك، الكل متفق انه الدحيل مو زين. كابتن انت فني، انا مش فني، انا ما اقدر اجاريك، اسمح لي بس انا بكلمك بنظره واحد بالجمهور، خذني على قد عقلي لو سمحت. لا التحيل كانوا مسيطرين حتى اللحظات الاخيره، وانا في سياق كلامي من ساعه وش قلت اليوم دفاع الوكره استبسل، الكوره تنشاط يجيك يطيرها مدافع الوكره مره براسه مره ضيعه مره حارس، وكلكم شفتوا المباراه. لكن انا الله يسلمك اليوم لما انت تقول لي في انعكاس نرفزه المدرب على اللاعبين، معناته انه في حاله طرد، انه والله واحد ضرب واحد او واحد عصب على واحد او واحد راح يحتاج على الحكم. هني احنا فعلا كلامك صح، هني نقول يا مدرب انت اليوم اثرت على لعيبتك في الملعب. هو ما اثر على لعيبته، هو على فكره حتى الوضع النهائي هو يبكي، واضح زعلان. بالعكس اللي صار زعلان ولا وزعلان، انا مضيع اليوم كم فرصه، وليش الحارس ينطرد، وليش هذا رجع الكوره، وانا معلمكم شيء في التمرينات قبل المباراه. انا في نسمع عاديه، بس انا ما قلت انت هسه بدك تحكي كانه انا قلت سبب الخساره هو. انا ما لا كابتن ما قلت لك، انا ما قلت. ايه لا تقول اللي ينفعل يروح يتعارك ويا دكه البدلاء. انا ما قلت هو، انا قلت هو مدرب جيد، مدرب ممتاز، له انجازات، له تاريخ، اتمنى انه يكون اهدى، انه هذا التصرف الانفعال انا قاعد ياثر على لاعب. كابتن انا قاعد ارد على كلامك وانا ما قاطعتك، انا خليتكم تتكلمون وانا من حق اني ابدي رايي، يعني درس كده من الحق اللي تتكلمون فيه. لكن انا اقول لك بس هذا طبيعي حق مدرب يسوي، وما سوى اي شيء. انا معصب، ايش بينا اسوي؟ انا فريقي مهزوم وانا مسيطر، حارس يرتكب خطا ومدافع يرتكب اخطاء منه، ايش تبينا اسوي يعني؟ تبينا والله اقعد احط يدي كذي على خدي يعني كابتن؟ لا اكيد بتنرفز، بقول تعال يا اخي انا معلمك في التمرين امس انك تسوي 1 2 5، وانت انا قايل لك في غرفه الملابس ان هذه واجباتك. ما تبينا اتكلم عن لعيبتي؟ لك حق كابتن وحق محمد نفس الشيء. اذا لا واحد من اللعيبه رد عليه من لعيبته، حتى اذا هو اعتدى على احد اللاعبين المنافس لك حق، اذا غلط على واحد من الجمهور لك حق. وهو يوم ارتكب خطأين في المباراه بالنسبه لي انا، خطأ أول يوم ضرب دكة لاي وبرافو على الحكم أعطاه كرت أصفر حسب الموضوع، ولاحظ ترى هو قام يتعدى من الحكام، مش إنه بعد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.